البروجكت مانجر زيك بيقبض كام؟ في بروجكت مانجرز اعرفهم بياخدوا لحد $150 في الساعه الواحده. انت بتقول لي ان معهد سنتين وحاليا شغال في شركه طيران؟ حسيت ان انا وصلت لمفترق طرق في حياتي، يا اما ان انا فعلا اخد قرار وحش قوي هيأثر عليا، او ان انا افضل مكمل في الطريق اللي انا فيه. لا، من البدايه خالص. لو انا واحد ابيض وما اعرفش اي حاجه في المجال دوت، قول لي بقى ازاي، ايه الخريطه الكامله اللي همشي عليها من واحد لسه ما يعرفش المجال لحد بيشتغل مع شركات تقيله؟ الثلاث ادوات دولت لو معاك، حتى لو انت معكش شهاده اداره مشروعات، ممكن تشتغل بكره الصبح مساعد مدير مشروع. السلام عليكم واهلا بيكم في بودكاست جديد. الحقيقه يعني متعودنا سابقا مع بعضنا هي فضفضه اكتر مع اصدقاء ليا، بنناقش حاجات جديده مع بعضنا، بنحاول نفيد الاصدقاء ان شاء الله في القناه المهتمه بعالم العمل الحر. فالصراحه البودكاست ديت مع اكتر حد انا اتعلمت منه الفريلانس، ودي بكل امانه. يعني انت طبعا اكيد اي حد في القناه متابعنا من فتره فهو عارف صديقي حسن النحاس والقناه بتاعته المشهوره جدا، اللي بالمناسبه حسن القناه بتاعتك اسمها ايه؟ انا عاوزك بس تكمل كلام حلو عشان انا مبسوط بصراحه. القناه بتاعت حسن اسمها جنيه ديجيتال. فلما بعتها لي اول مره فبياخد راي، احنا قناه حسن عاملينها من البدايه خالص، فلما كان بياخد رايي في القناه فبيبعت لي القناه بتاعتها والصوره، فقلت له ايه يا حسن؟ جنيه ديجيتال. اسمها جنيه ديجيتال. جنيه جامد يعني. فساعتها قعدنا نقلش قلشه لطيفه يعني. بس حسن من الاصدقاء اللي انا بجد استفدت منهم كتير جدا، وما زلت ربنا يعلم حتى الان اكتر حد حقيقي انا مش ببالغ اتعلمت منه مجال الفريلانس كان حسن بالفعل. حبيبي فمنورنا يا حسن والله. والله شكرا بجد على اليوم الجميل دوت، وميرسي على المخده بجد والله. وجبت لك فطار. وجبت لي فول وطعميه وبطاطس، وجبت لك شيء كولا. هايل. انت مش شفتها؟ محتاج تمشي في المنيو كلها عشان بس انت بقى بودكاست يعني. يعني ما شاء الله انت جبيت عليا في الاكل، ده شيء كويس. اولا طبعا يعني مبسوط ان انا هنا، وفي نفس الوقت كمان اتعلمت منك برضو في ساعه لما احنا اتكلمنا مع بعض في الاول وعملت قناه جنيه ديجيتال مش جنيه ديجيتال. بصراحه ما كنتش متوقع ان الموضوع يطلع بالشكل دوت يعني. وفي الاخر رسالتك هي نفس رسالتي، ان احنا نحاول نعلم الناس على قد ما نقدر يعني. وتبقى حاجه صدقه علم انتفع بيها ان شاء الله يعني. طب يعني ان شاء الله انا عارف ان الاصدقاء منتظرين نتكلم عن الفريلانس، بس انا مش هتكلم عن الفريلانس من منظور الفريلانس نفسه، لان بالفعل القناه بتاعتي بنشرح دوت وانت بتشرح دوت وبنطلع لايفز مع بعضنا احيانا. تمام. انا هاخد السكه من الشغل اللي انت بتشتغله، البروجكت مانجمنت، لان انا شفت ما شاء الله في القناه عندك انت بالفعل بدات في كورس، بس كان في بعض الحاجات اللي الاصدقاء لسه مشتتين فيها، عايزين حاجه تبقى مرجع ليهم ويدخلوا يتعلموا الدنيا ماشيه ازاي. تمام. فشغل البروجكت مانجمنت او اداره المشاريع زي ما انت بتشتغلها، انا عايز اعرف خلفيتك فيها ازاي. انا عارف ان الحمد لله حسن حاليا كنت حد اشتغل في كوربريتس، شركات عاليه جدا كمدير مشروع، واشتغلت في نفس الوقت كفريلانسر كمدير مشروع. وسبحان الله ما اشتغلت فريلانسر كمدير مشروع، ما اشتغلتش في اب وورك، انت اشتغلت مع اب وورك نفسها. تمام. فانت شغال مع الشركه نفسها بتدير مشروع لاب وورك نفسها اللي هي المكان ده. فالبدايه كانت ازاي؟ يعني خلينا البدايه خالص. بدايتك اصلا في اداره المشاريع كانت عامله ازاي؟ والله بص، هي طبعا البدايه كانت من يعني كرم من ربنا سبحانه وتعالى، ان انا بدات في البروجكت مانجمنت من 10 سنين. اشتغلت في شركه عن طريق فيسبوك. يعني واحد كان منزل بوست ودخلت كتبت له، قلت له انا بحب ان انا اتكلم مع العملاء، وبحب ان انا يعني اوصل مشاريع او ان انا اعمل حاجه زي كده، فتحب ان انا اشتغل معاك. واللي انا ما كنتش عارفه ساعتها ان ده كان الهيد اوف ريكروتمنت في شركه اوراكل. فالراجل قال طب تعالى ونتكلم مع بعض. ودخلت، وساعتها كنت بشتغل قبلها خدمه عملاء، وبعد كده طلعت في كواليتي كوتش في فودافون. فقال لي طب انت لو ايه اللي انا هيخليني اشغلك كبروجكت مانجر لو انت ما عندكش الشهاده او الخبره انك تشتغل كبروجكت مانجر. قلت له انت عندك حاجه من الاثنين، عندك عملاء عاوزهم دايما يكونوا مبسوطين، ودي حاجه انا اتعلمتها في خدمه العملاء. الحاجه الثانيه انت عاوز حد بيعرف يتكلم معاهم ويتاكد ان كل حاجه دوكيومنتد او محفوظه في ملفات وتبقى بتتقدم للاداره. وعاوز اقول لك اتقابلت في نفس اليوم. عشان الاجابه ديت بالظبط، انت عملت زي ربط ما بين الخدمات اللي انت قدمتها في خدمه العملاء مع الخدمات اللي هي في اداره المشاريع. طبعا ما دخلتش مدير مشروع في الاول، دخلت حاجه اسمها اسوشيت بروجكت مانجر. لما انت بتبتدي في اداره المشروعات ما ينفعش تخش بروجكت مانجر على طول، لازم تخش جونيور ليفل. الجونيور ليفل دوت اللي هو ليفل المبتدئين، انك بتخش مساعد لمدير مشروع. تمام. هو بيشتغل وانت شغال وراه، فاللي هو بينفذه بقى ده بالنسبه لك انت حاجه بتندرج تحت اسم الدروس المستفاده او الليسن ليرند.
فانت طبعا هو مش هيقول لك تعالى اتعلم، انت قاعد وراه بتتعلم وبتحكيه وبتشوف انت الدنيا ماشية حرفيا إزاي. قافش في ديله، فاهم؟ وهو حتى اللي بيحاول يتخلص منك احيانا عشان اسئلتك بتكون كتير شويه. وبعد كده كملت في الكوربريت لحد 2024، وحاليا في الامارات دلوقتي بشتغل سايبر سيكيورتي بروجكت مانجر، مش تكنيكال بس بمانج مشاريع للسايبر سيكيورتي في الامارات. طب هسألك سؤال سخيف انا شفته بيتكرر عندك كتير. ايه الفرق بين، احنا برضه عشان تبقى الناس ماشيه متسيستمه، ايه الفرق اصلا بين البروجكت مانجر والفيرتشوال اسيستنت او المساعد الافتراضي؟ يعني انا شفت حلو. ناس كتير، انت بالفعل عندك كورس بتشرح الفيرتشوال اسيستنت بالظبط. ايه الفرق؟ انا اصلا مش عارف، يعني نسبيا عرفت منك بس انا ما كنتش فاهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام. ايه الفرق بين الاثنين دولت، وازاي اتطور انهي ليفل الاحسن بتاعه؟ يعني وصل لنا الخلفيه ديت. هقول لك، بص الناس يعني بيختلط عليها الامر. ايه هو الفيرتشوال اسيستنت؟ لان دوت بيدير مهام وبيمانج الشغل بتاع الكاستمرز، سواء مثلا بيبعت ايميلات، بيخش كولز مكانه. فده يعتبر اداره مشروع، ولكن انت واخد مشروع منفذ. المشروع ده اتنفذ من شركه، انت جاي بتاخد المهام اللي هي موجوده في السيستم عندك فعلا وبتنفذها. تمام. ده الفيرتشوال اسيستنت. البروجكت مانجر بقى ده الشخص اللي بيخش عشان يعمل المشروع نفسه. البلاننج اللي هو التخطيط بتاع المشروع، بتعمل حاجه اسمها بيزنس كيس للكاستمر عشان تقول له لو والله مثلا انا عاوز ابني ايفون او اي موبايل تاني، لو انت بنيت الايفون دوت هيديك ايه؟ انسيابيه في الاداء، هيديك مثلا كاميرا احسن، مايك احسن. لو ما عملتش المشروع ده هيفضل معاك التليفون النوكيا اللي هو 6600 بكل بقى ايه الداون جريد اللي موجوده في التليفون دوت. وبعد كده بتحدد له البادجت اللي هي الميزانيه بتاعه المشروع، هتحتاج كام واحد عشان يشتغل في المشروع. فالبروجكت مانجمنت هي بلاننج على ليفل اعلى بكتير خالص من الفيرتشوال اسيستنت. فاداره المشاريع انت ازاي بتنفذ المشروع من الاول، بتنفذه وبعد كده بتقفل المشروع دوت وبتتاكد ان كل حاجه مصاغه بشكل بينساق مع اداره الشركات نفسها. عكس الفيرتشوال اسيستنت بيفضل يعمل مهام بتتعاد كل شويه. مفيش حاجه معينه هو بيدخلها في الشركه، هي بالفعل الشركه مدياله انت هتعمل دوت فانا ماشي عليها وبس يعني. بالظبط كده. طيب قبل ما نبتدي، ازاي نبتدي اصلا في البروجكت مانجمنت وهكذا؟ هل في اصلا وظائف فابتدي ننطلق فيها؟ طبعا انا عارف الجمله المشهوره بتاعتنا، يعني لما بنقول لاي حد في مجال معين عايز تبتدي فيه، ابحث هل هو مطلوب ولا لا، شوف الشغل، شوف ايه التطورات بتاعته. فانت جبنا لنا الخلاصه، هل في ناس تطلب حاليا بروجكت مانجمنت؟ عندك 14 مليون كلاينت على ابورك، تقريبا 20% منهم عندهم ستارت ابس او بزنس لسه بادئه. انا لو دلوقتي شغال في اليو اس وهجيب حد زي سباعي او حد زي الشباب مثلا اللي بتدور على شغل هناك، بيبقى متوسط سعر الساعه من $25 ل $50. ده المينيمم هناك عشان تعرف ان انت تعين حد. ولا افتح موقع زي ابورك واجيب حسن من مصر بيتكلم مثلا لغتين، او حد زي سباعي بيتكلم لغتين وشغال بروجكت مانجر وهيمانج البيزنس بتاعي كله تقريبا بتلت التكلفه. فانا عاوز اقول لك ان تقريبا 3/4 الاستشارات اللي بتجيلي على ابورك من عملاء كلهم ناس يا اما عاوزين يفتحوا بزنس يا اما هم عندهم بزنس ومحتاجين حد فاهم يعرف يمسك المشروع بتاعه. فللاجابه على سؤالك الطلب عليه رهيب جدا. طيب بما ان الطلب عليه رهيب جدا، اوصل له ازاي؟ احنا خدنا نطه سريعه من حسن بدا في كذا ووصل لكذا، اوصل له ازاي بقى في البدايه وانا اصلا ما عنديش اي معلومه عنه خالص؟ ما اعرفش ازاي المفروض هكون، ايه الحاجات اللي هقابلها من العملاء، هيطلبوا مني الشغل عامل ازاي؟ انا برضو واصل لي كسباعي حتى الان بكل احترامي ان ممكن اي حد يشتغل بروجكت مانجر. ده الخلفيه السريعه عندي، لان انا مش عارف الدنيا ماشيه ازاي، ودوت اسئله كتير عند معظم الناس اللي هو طب يلا ابتدي بروجكت مانجمنت. تمام. فانت لقيتك بدات اصلا بالفعل كورس، طب يا جماعه لا بروجكت مانجمنت انت في حاجات هتتعلموها، في برامج تستخدموها، في تولز كذا كذا. فخلينا نحط رود ماب لاي حد خلاص هو الحمد لله في شغل. وانا طبعا اصدق على كلامك دوت، لما شفنا مع بعضنا انا دخلت الاكونت بتاعك فشفت ما شاء الله الدنيا ماشيه ازاي فيه. فابتدي ازاي؟ يعني رود ماب سريعه يا احمد، انت هنا عايز تتعلم مهارات كذا، همشي خطوات كذا، هقدم على وظائف عامله كذا، من البدايه خالص. حلو جدا. تعال نقول كده، عشان تبقى انت بروجكت مانجر ناجح محتاج يبقى عندك السكيل الوحيده او المهاره الاساسيه اللي عن طريقها انت هتنفع تشتغل او مش هتنفع تشتغل اصلا، قبل ما تقول انت هتنفع تشتغل بروجكت مانجر او لا. وهي الايموشنال انتليجنس. ازاي انك تعرف تقرا مثلا الناس اللي قدامك وتتعامل معاهم. لو ديت مش موجوده فانت هتقابل صعوبه كبيره جدا. يعني شغلانه البروجكت مانجمنت بتشتغل مع كذا تيم، هتشتغل مع ناس في الهند، هتشتغل مع ناس في مصر، هتشتغل مع ناس في امريكا،
فانت لازم تعرف ازاي تتاقلم مع كل واحد من التيم بتاعك. فرقم واحد ايموشنال انتليجنس او كوميونيكيشن سكيلز كمان. الحاجه التانية بقى لو انت عاوز تبتدي في شغل البروجكت مانجمنت، في ناس كتيره جدا بتروح للشهاده بتاعه PMI اللي هي PMP بروجكت مانجمنت بروفيشنال. هل مطلوبه بص هو برضه في سؤال سابق لدوت. ممكن نبتدي بالاول بعد كده ندخل من ناحيه الشهادات. اوكي. ايه الفرق بين اصلا الشغل كبروجكت مانجر في شركات وكفريلانس؟ لان انت قبل ما دخلنا في شركات في شهادات وهكذا، هل الشهاده مطلوبه في الفريلانس؟ طب مطلوبه في الشركه؟ انت الفرق لما اشتغلت في الشركه ولما اشتغلت في الفريلانس، ايه اللي كان مطلوب هنا ومش مطلوب هنا حاليا ممكن تعديه عادي؟ خليني اقول لك ان لازمه الشهاده بعد ما اشتغلت تقريبا اهو 10 سنين هي مجرد تشيك عندك على السي في، مش اكتر من كده. يعني انا خدت شهاده البروجكت مانجمنت بعد ما اشتغلت بروجكت مانجر 5 سنين. عندنا حاجه اسمها PMO بروجكت مانجمنت اوفيس، ده اللي شخص كده ماسك مجموعه من البروجكت مانجرز. لحد لما انا خدت الشهاده هو اصلا ما كانش واخد الشهاده. فاهم يعني بتعدي بالحب ملهاش لازمه بالظبط تقريباً كده. ولكن زي ما بقول لك السكيلز اللي هتخليك تتزق في البوزيشن ده، اللي الاتش ار لما بيشوفك هيعرف ان انت هتنفع بروجكت مانجر او لا، هي الكوميونيكيشن سكيلز. هل فعلا انت بتعرف تتكلم مع الناس؟ طب هل مثلا عندك عوائق انك تتعامل مع ناس بجنسيات مختلفه مثلا؟ طب لو حد دخل فيك شمال تتصرف ازاي؟ ايه الفرق ما بين الفريلانسر او البروجكت مانجر اللي شغال كفريلانسر وشغال في الكوربريت؟ للاسف الكوربريت يعني انا اديت لك التصور بتاع اداره المشروعات وانت المفروض بتعمل ايه. الكوربريت بيبقى مشروع كبير جدا، شركه مالتي ناشونال استحوذت عليه، فانت بقى واخد المهام اللي هي اتنفذت من المانجمنت من فوق وقاعد بتنفذ فيها، فتبقى نوعا ما مشابهه شويه للفيرتشوال اسيستنت. بس هي الفكره في حاجه، انت لما بتخش في كوربريت انت ماسك مشاريع معديه مئات الملايين من الدولارات، فان القرار نفسه يقع على عاتقك انت، محدش هيسيبك تعمل كده. فالداون سايد في شغل البروجكت مانجمنت لو انت لسه يعني عندك خبره كويسه قوي، هتحس ان انت داخل في مهام ريبيتيتيف، ماسك بروجكت هو ابروفد من المانجمنت وانت داخل تنفذ فيه على طول. قليل قوي انك تلاقي في شركات معينه الا لو هي شركات ناشئه في الكوربريت يديك مشروع من اوله وانت تخش معاه تعمل بلاننج للمشروع. بس انا اشتغلت في شركات كبيره جدا ومفيش ولا مشروع تقريبا مسكته من اوله. لازم الديسيجن ميكر اللي فوق او صاحب القرار ياخد الديسيجن. كده عندك الكونسلتنت اللي بيحدد كل حاجه، عندك الليجل اللي بيحدد العقود، تمام، وبعد كده انت بقى تيجي كبروجكت مانجر اتفضل خش نفذ المشروع ده. سيستم الشركه ماشي كده بالظبط. اقلب بقى الزاويه تماما في الفريلانس. عندك كاستمر عنده فلوس وعنده ويب سايت او اي كوميرس وعاوز حضرتك تقول له والله انت ماشي صح ولا ماشي غلط. عاوز انت تنفذ له المشروع بتاعه او تنفذ له مشروع هو بينفذه لعملاء تانيين. يعني انا اشتغلت في شركات اي تي لسه ستارت اب، فما عندوش حته لو انا مسكت شغل مع كاستمر زي ديل مثلا او فودافون، ازاي انا كواحد عندي الخبره كاي تي لكن ما عنديش الكاستمر اكسبيرينس، ازاي انفذ المشروع، ابين للكاستمر ازاي ان انا عندي ستاندردز. فساعتها هنا بقى انا كبروجكت مانجر كفريلانسر بخش امسك له المشروع من الالف للياء، وهنا تحس ان انت عندك باور اعلى بكتير جدا من الكوربريت. لان هم سايبين لك سلطه بقى ان خلاص الدنيا ماشيه بطريقه اهدى، فانت بتاخد القرارات بتاعتك بتمشي الدنيا بمزاجك نسبيا وهكذا. لا هو مش سايبين لك السلطه، هو تعتبر يعني انت السلطه انت السلطة نفسها. انت اللي ماسك كل حاجه. يعني الناس هتجي لك انت، يعني مثلا كان في كاستمرز يجي يقولوا لي ايه، احنا عاوزينك تشد علينا في الشغل عشان احنا بنتوه. ده الكاستمر نفسه شد على الكاستمر نفسه. شفت انت انت أنا عاوز حد يهزقني. انت رئيس أنا عاوز حد يهزقني. جبنا هزق. والله ما بهزر، يعني كان في ناس بتقعد تقول لي حط لنا تاسك معينه وخليك زن علينا فيها، تمام. مع ان بص دايما كده ايه هتلاقي في خط كده متلامس قوي ما بين الفيرتشوال اسيستنت والبروجكت مانجمنت، تمام. فيقول لك لا لازم تنبهنا ان احنا متاخرين، حط لنا ديو ديتس، حط لنا ديدلاينز. فطبعا انت بقى بتبقى ماسك البروجكت من اوله لحد اخره. طب دوت بيحتاج ان انت تكون عندك خبره بالمشروع بتاعه. يعني مثلا انا ممكن اشتغل بروجكت مانجر في اي مجال، ولا في مثلا في البيزنس نيتش مثلا، او هدخل في جزء تبع مجال طبي او حاجه تبع، هل لازم يكون ملم بالنيتش اللي انا داخل اشتغل فيه، ولا خلاص انا وانس بروجكت مانجر فانا ممكن اشتغل في اي حاجه؟ بص انا دلوقتي بشتغل كسايبر سيكيورتي بروجكت مانجر، وانت عارف ان السايبر سيكيورتي، وبشتغل كمان في مجال الافيشن مجال الطيران. عندك خلفيه عن السايبر سيكيورتي؟ ولا اعرف عنه اي حاجه. حلو، ده اللي انا عايز اوصل له بقى. فازاي بتشتغل بروجكت مانجر فيه؟ منتهى البساطه، انت
بروجكت مانجر عندك حزمه من الحاجات اللي انت حافظها وبتنفذها في اي بروجكت، اسطمبه انت تمام. شغال بيها. طبعا الاسطمبه بتختلف من مشروع للتاني، ولكن لما انت تخش مثلا مع كاستمر يفضل ان انت عارف ايه هو السكوب اوف ورك او نطاق العمل بتاع المشروع، بتقعد تقراه، حلو. ومعاك ناس التك او الدكاتره اللي هينفذوا المشروع ده. انت بس بتاخد زي هاي ليفل اوفر فيو، اذا تاخد مثلا زي نظره كده سطحيه عن البروجكت وبيتنفذ ازاي. ده كل المطلوب منك. ودايما انت بتقعد تتشاور مع التيم بتاعك، هل في مثلا مخاطره في المرحله في المشروع، فبتاخد بقى كميه المخاطرات على المكاسب اللي انت ممكن تعملها في المشروع ده وتقعد تكتب وتدخلها في البلان بتاعتك. حلو. ومن هنا بقى تبتدي تكسب ايه المعرفه بتاعه المشروع نفسه، اللي هو مثلا ايه التكنيكاليتي بتاعه المشروع. دخلت في مشروع طب هتلاقي نفسك كمان 6 شهور بتتكلم في حاجات ليها علاقه بالميديكال ايكويبمنت او المعدات الطبيه، حاجات انت عمرك في حياتك ما كنت عارفها قبل كده. فما فيش مشروع واحد. يعني انا في اوريكل اشتغلت في مشاريع اللي هي حاجه اسمها الاكس داتا ماشين، سيرفرات كبيره جدا، ولا عمري في حياتي كنت اعرف عنها اي حاجه. في فودافون اشتغلنا في حاجات ليها علاقه بالداتا تانلز في السايبر سيكيورتي، ما كنتش عارف عنها اي حاجه، بس من كميه الايميلات فانت وكميه بقيتك عارف عنها الشغل حاجه كتير، بقيت بتحفظ. بس هي مش مطلوب منك في البدايه عشان تدخل في المجال بتاعهم. هم بالفعل عارفين ان في حاجات معينه انت بتنفذها هتدير لهم مشروعهم بالطريقه الفلانيه بالظبط. فهتنجحهم. هي ميثودولوجي، انت خلاص عرفت الميثودولوجي ديت هتخش انت بقى. بس انت عشان كده اقول لك حته الكوميونيكيشن سكيل بتفرق. انت داخل في المشروع دوت الناس مش عايزاك اصلا، اللي هم الناس التكنيكال او الدكاتره، مين دوت اللي جاي يمسكنا. فانت لازم تبقى داخل كده حرفيا كده عامل زي ايه. دي خناقه خلي بالك مع اصحاب التك. طبعا. فلما يقول احنا عندنا بروجكت مانجر، الله يعني يستره. بالظبط. فاللي هو يعني يا رب يمشي ونشوف حد غيره. انت عارف فهم في خناقه فعلا ما بينهم. طبعا انا جزء في شغلي لما مثلا باجي بعمل بروجكت جديد، وعندي مثلا الجزء من الشركه اللي عاوزين المشروع والجزء التاني اللي مش عاوز المشروع، انا حرفيا بعمل ماركتنج للبروجكت بتاعي مع ان هو ممضي واحنا خدنا فلوسه خلاص وداخلين ننفذ. عشان اخش مثلا مع حد زي سباعي او حد زي مصطفى، لازم اقعد معاه بقى شخص مش عاوز البروجكت ده، افضل اقنعه لو احنا عملنا البروجكت ده انت هتكسب كذا 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 كذا، لو انا ما نفذتش انت هتخسر كذا كذا كذا. فهنا هتلاقي نفسك في ليفل اوف ريزيستنس او ليفل مقاومه عالي جدا لما انت تخش تنفذ مشروع. نرجع بقى للرود ماب. اوكي. احنا يعني اتسرعنا فيها شويه، بس كان فرق بالنسبه لنا احنا نوضح الفرق بين الشركات وبين مثلا كفريلانس، لان معظم اصحابنا هيشتغلوا كفريلانس. ربنا يكرم اللي عايز يشتغل كوربريتس وهكذا، مع ان في حته في الكوربريتس يعني هخليك تتكلم عنها بعدين. اوكي. انا عارف كان في فتره ضغط معينه، انت في فتره ما قلت لا مش هكمل تاني، بس وقتها يعني. تمام. نرجع تاني اشتغل ازاي؟ انا سباحه حبيت المجال، انا شفت حسن الحمد لله فمنطلق فيه، فانا عايز اكمل زيه. حلو جدا. الحاجه اللي ببلاش اللي انت ممكن تبتدي بيها دلوقتي احلى حاجه ببلاش. مش هقول لا لا. هتلاقي في حاجه اسمها جوجل فاندمنتال كورس فور بروجكت مانجرز. حلو. ده موجود على جوجل ولحد اخر مره، عشان بس لو في ابديت جديد حصل. ده ببلاش، تاخد سيرتيفيكت من جوجل ان انت بقيت اسوشيت بروجكت مانجر، بقيت مساعد مدير مشروع. طب هل هدف الكورس ده انك يبقى عندك خبره في اداره المشروعات؟ لا، انت بتست نفسك وبتشوف هل الكلام اللي انت هتشوفه ده اصلا مناسب ليك ولا لا. في ناس نفسها كتير جدا تبقى بروجكت مانجر، وانا اي حد بيبقى داخل مجال البروجكت مانجر بقول له بص، اعرف انت داخل على ايه. لان انت الشخص اللي هتبقى دايما يعني الصباع كده بيجي عليك انت اللي غلط. لو انت اللي شايل الشركه كلها، نجاح فشل انت موجود ما هي فيه. ديت البلان بتاعتك اللي انت ماضي عليها، التيم بتاعك اللي انت مسؤول عنه، اللي انت بتوفر له على اجازاته، اللي لو حد فيهم بتنافس عليك هتمتص غضبه، فانت الشخص اللي بيقع على عاتقك هذه المسؤوليه. فشغل البروجكت مانجرز يعني مقرف شويه. فانت لو عاوز تخش فعلا اتاكد بس ده مناسب ليك، افهم حجم المسؤوليه اللي هتقع عليك. وانا شايف ان الكورس بتاع جوجل ده بدايه كويسه جدا انك ممكن تبتدي في حته البروجكت مانجر. حلو جدا. خلصنا كورس، ما بعدها عندك حاجتين. في ناس بتحتاج مثلا اورنج بزنس سيرفيس، دي شركه من الشركات اللي انا اشتغلت فيها، دايما بينزلوا انترنشيب للاسوشيت بروجكت مانجرز. محتاج طبعا لو انت هتشتغل في شركات مالتي ناشونال يبقى عندك انجلش كويس. حلو. الشركات القطاع الخاص هنا في مصر اللي هي مثلا بقى مش مالتي ناشونال، لوكال اللي موجوده هنا اهو، هتطحن فيها ولكن هتاخد منها خبره كويسه جدا. ده لو انت ما عندكش انجلش كويس. عندك انجلش كويس هتخش في شركات كتيره جدا موجوده في السوق. في شركات بتنزل يا اما الانترنشيب، يا اما كل شويه بتنزل على لينكدين
بس طبعا لو انت عرفت تعدي موضوع الاي تي اس دوت بنسبه كبيره جدا هيجي لك. لان خد بالك ميزه البروجكت مانجمنت كالاتي، انت عندك في الكوكب الاي ده تي اس كله توضيحا اللي هو نظام سيستم فلتره للسي فيز على اللينكدين. الله ينور عليك. وكمان خد بالك، هل شغل البروجكت مانجمنت مطلوب في الشركات عامه؟ انت عندك على الكوكب اللي احنا فيه ده تقريبا 900 الف بروجكت مانجر، احنا ما كملناش المليون لسه، او قربنا خلاص نكمل المليون. فدايما الطلب علينا عالي قوي. وطول ما انت عندك السكيلز، كوميونيكيشن سكيلز، ايموشنال انتليجنس، وبتعرف تتعامل مع الناس، فانت هتلاقي شغل ان شاء الله. والموضوع بياخد وقت شويه بس هتلاقي. طب ليه العدد قليل؟ هل ده معناه ان الدخول المجال صعب؟ مش صعب، في ناس بتشوف ان عاتق المسؤوليه بتاعها ده هاسل، او عارف انت اللي هو انا ايه، في غنى عنه، انا مش كان عاوز ليه احط نفسي في الهم ده كله؟ لا، انا اشتغل في حاجه تانية خالص بعيد عن المجال. الحاجه التانية، في ناس بتحب تتبهدل في الشغل، اخوك واحد منهم. واصل لي. انا واصل لي جدا. بالظبط يعني. وكمان برضه عشان تكلفه الشهاده غاليه شويه، وفي ناس للاسف بيتهيألها عشان تشتغل بروجكت مانجمنت لازم تكون واخده الشهاده. انا اعرف ناس كتير جدا واخده الشهاده وما اشتغلتش خالص. طب انا عايز اشتغل كسباعي كفريلانسر بروجكت مانجمنت، لان معظم الناس هنا هي بالفعل فريلانسرز وهم حابين المجال. ازاي هروح اقنع العميل انا ما عنديش سابقه اعمال، واحنا دايما بننبه على البورتفوليو دوت حاجه مهمه جدا، معرض اعمالك ده مهم جدا. فهجيب معرض اعمال منين في بروجكت مانجمنت وانا اصلا ما اشتغلتش قبل كده؟ ايه المهارات مش مهارات، برامج معينه هستعملها؟ حسن انا بشوفك ما شاء الله كل ما اجي عندك في اي مكان، ايه ده حسن البرنامج دوت، فتقول لي بتاع كذا بيساعدني في كذا، اقول لك حلو هنزله. فانا دايما شايف ان في برامج كتير عندك كوميونيكيشنز، برامج اللي اصلا بتتعامل مع الناس باكتر من برنامج مختلف. انت كنت شرحت عنها حاجات بالفعل. في حاجات تانية بلاقيك انت، انا مش فاهم ادخل الدنيا بتاعتك ازاي واقنع العميل بتاعي ازاي كفريلانسر. يعني كوربريتس خلاص ليها طريقتها، كفريلانسر اعمل ايه؟ كفريلانسر تعمل ايه؟ بص يا سيدي، انت كبروجكت مانجر انت الشخص اللي بيحدد الطريقه بتاعه الشغل مع العميل هتبقى عامله ازاي لو هو ما عندوش سيستم خالص. فاول حاجه انت بتفكر فيها ازاي انك تعرف تدير المشروع بتاعك ده. انت عندك 9 اشخاص في فريق، والتسعه دول قول مثلا انت ماسك شخص انفلونسر عنده مثلا عدد من المتابعين، وانت ماسك القناه بتاعته وبتعمل مشروع عن دوكيومنتري هيقعد سنه بيتصور. ده ممكن بروجكت مانجمنت في حاجات لانفلونسر. فالموضوع مش لازم بيزنس وحاجات تقيله وهكذا. انا جالي قبل كده اشتغل بروجكت مانجر في مواقع يعني، والعياذ بالله طبعا، يعني فاهم مثلا الحمد لله قمار او حاجه زي كده مثلا. ودي طبعا دول ليهم بروجكت مانجرز. اصل هو بص البروجكت ده هو بيسموه كده ايه، حاجه وان تايم ايفنت مختلف لا يعاد ولا يكرر تاني. فحط بقى تحت ده كل الصناعات اللي موجوده حواليك، سواء الاي تي، سواء الانترتينمنت، سواء السايبر سيكيورتي، افيشن، ناسا، فاهم؟ فانت ممكن شركه ناسا تعمل مشروع هيتنفذ مره واحده بس خلاص، فانت كده محتاج بروجكت مانجر. لكن لو مشروع هيتنفذ كل شويه ما بقاش بروجكت، خلاص ما بقاش بروجكت مانجمنت جوب، بقى فيرتشوال اسيستنت جوب. ماشي، دي حاجه كويسه ما كنتش واصله لي. بالظبط. طيب تاني، ازاي بقى تعرف تمانج البيزنس مع اي شركه كفريلانسر، عفوا، او ازاي ان انت تمانج الشغل، او ايه البرامج اللي انت محتاجها كفريلانسر؟ ممكن تستخدم اي سي ار ام زي كليك اب، انا برضو ده كنت شارحه يعني. سي ار ام كلاينت ريليشن شيب مانجمنت، اللي هي حاجات يعني وضحنا لنا عشان برضه اصحابنا اللي لسه في الجديد. السي ار ام دوت هو كلاينت ريليشن شيب مانجر بلاتفورم. اي شركه من الشركات الكبيره عندها سيستم بتاعها بتدفع فيه مئات الملايين من الدولارات. في بقى سيستمز للناس اللي لسه عندها شركات مبتدئه، بتحط فيها التاسك بتاعتك، اسم الشخص اللي هيشتغل عليها، والديو ديت. هنا بقى انت بتحط كل المهام المطلوبه منك في المشروع، سواء مثلا عاوز تدفع فواتير، عاوز تخش ميتينجز. والميزه بقى ان السي ار ام ده عامل زي الفيسبوك، ممكن تعمل دايما منشن للشخص حلو اللي هو هيبقى عنده الشغلانه، فيبعت لك انت ايميل ان حسن عمل لك منشن البروجكت مانجر بتاعك، خش نفذ الشغل ده. حاجات تنظيميه بتنظم الشغل بتاع الناس كلها. بالظبط. لان انت لو ما عملتش السيستم تشتغل بيه هتتعب جدا كبروجكت مانجر، مش هينفع تكتب على ورقه وقلم وهكذا. فالسي ار ام دوت كده 1 2 3. اوكي. عندك برضو من التولز التانية اللي انا بستخدمها كلوكيفاي. كلوكيفاي دوت لو انا مثلا بتتبع وقتي مع العميل وبيشوف مثلا انا اشتغلت كام ساعه لو انا بره اب وورك. طبعا انت عارف اب وورك دي التراكنج سيستم بتاعه. ايه كمان، عندك حاجات زي كانفا، احيانا بتلاقي نفسك بتعمل برزنتيشن انت اللي تعملها كبروجكت مانجر. بالظبط. في ناس
بتقول لك طب انا محتاج اتعلم باور بي اي عشان اكون بروجكت مانجر او لا. مش محتاج قوي، بس لازم يبقى عندك خبره في الاكسل كويسه جدا. يعني انت ممكن لسه موجود الاكسل حتى الان بيستخدموه طبعا ولا؟ فوق ما تتخيل. تمام ماشي. فوق ما تتخيل. في ناس متخيله بسبب الاي اي. طب اقول لك على حاجه، انت عارف ان احنا الاي اي لحد النهارده مش مسموح لنا اصلا ان احنا نستخدمه ليه بقى؟ ده كان سؤال عندي، اللي هو اصلا كنت اقول لك الاي اي مرخم عليكم ازاي دلوقتي حالا؟ خالص. ما ينفعش. انت الاي اي بالنسبه لك ما فيش اي سكيورتي عليه، بحيث ان في ناس بتعمل حاجه اسمها ليد ماجنت، بتشد الليدز او بتشد الداتا اللي موجوده على الاي اي. اوكي. وده اللي كان دايما بيتقال لنا في الشركات. فانت ممكن كل الانفورميشن بتاعتك او المعلومات بتاعتك بتبقى كلها على الشات جي بي تي، فسهل قوي ان حد يوصل لها. يعني حتى كان تقريبا الكو فاوندر بتاع اوبن اي اي قال لك احنا لحد النهارده مش عارفين نحط سكيورتي ميجرز او مش عارفين نحط روابط من الامن على الاي اي. فاحنا عندنا بقى في الشركات اقصى حاجه حصلت دلوقتي بقى يخشوا على كوبايلوت يعملوا حساب كوربريت بتاعهم هم، ونستخدمه بشكل ليميتد جدا. ما ينفعش تحط ايميلات، ما ينفعش تحط انت بتشتغل في ايه. فده بيبقى سكيورتي كونسيرن كبير جدا. بس هل ده في الشركات الكبيره بس؟ يعني اعتقد في الفريلانس انا حد ستارت اب بسيط، فبالنسبه لي عادي، يعني اللي هيسرقوا مني ايه؟ بالنسبه لك عادي. بس انا مثلا اشتغلت مع شركات في اب وورك، والشركات دي كانت شركات اي تي، طلبوا ان انا ما استخدمش اي اي. قال لك يعني مثلا ده حاجه من الشروط. لكن لو شركات عاديه لا، ما حدش هيعلق معاك خالص. وطبعا انت كبروجكت مانجر ده برضو اداه مش مهمه قوي، بس انت ممكن برضو تبقى انت عارفها، اسمها بي ام اي انفينيتي بروجرام. ده تشات جي بي تي بس للبروجكت مانجر على موقع بي ام اي. ده لو انت واخد السيرتيفيكت بتعرف تشتغل بيه. ولكن انا شايف برضو ان تشات جي بي تي ما اثرش معانا في حاجه خالص. الاثنين جميل. واحد. بس دوت مبني على البرومتس بتاعت البروجكت مانجرز جاهز. تمام. والتاني انت تقعد تديله البرومتس اللي هي تشات جي بي تي، تديله الاوامر والبرومتس بتاعته عشان يديك الحاجه اللي انت عايزها كبروجكت مانجر. طيب تسهيلا بقى للفهم، انا بشتغل ايه كبروجكت مانجر؟ هل ينفع تحكي لنا يوم عندك من الشغل؟ مثلا انا هصحى من النوم دلوقتي حاليا، انا مظبط تاسكاتي عامله ازاي؟ هو انا بنام اصلا؟ يعني احكي لنا يوم ما تنامش فيه. لا، هقول لك. فانا محتاج افهم يوم، فاعرف طبيعه الشغل عامله ازاي، افهم التاسك بتاعت حسن واقف عليه ازاي، فبيستخدم برامج ايه. فامسك لنا مشروع بدون ذكر اسماء عشان الخصوصيه بتاعت العميل، بس انا مثلا بعمل كذا، بهندل كذا، بيبقى في احيانا بعد الظهر بنعمل ميتينجز بطريقه فلانيه، بسجل كده. عايز افهم الدنيا ماشيه ازاي في الشغل. حلو. مبدئيا انت عشان تعرف انت هتنفذ ايه محتاج تحدد قائمه المهام بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها قبل ما تبتدي اصلا شغل خالص. ماشي. فانت بقى كبروجكت مانجر انت عامل بلان في الاول خالص. يعني برضو برنامج مش متاكد في ناس بتستخدمه على اب وورك ولا لا، اسمه مايكروسوفت بروجكتس. ده اللي انت عملت فيه بلان بتاعت المشروع من يوم 1 سبتمبر لحد 2027 مثلا، كمان سنتين نهايه المشروع. انا ببقى داخل قبليها مع التيم في ميتنج اسبوعي، بقول لهم احنا الفتره دي هنشتغل على هذه المجموعه من المهام. تمام. فانا خلاص انا قلت الحاجه، مين بقى اللي هيحط الداتا بنفسه؟ انا. فبصحى الصبح النهارده احنا في الاسبوع دوت من البروجكت، باخد كل المهام بتاعتي وابتدي اخش على كليك اب اللي هو السي ار ام تول اللي انا بستخدمها دايما في الشغل بتاعي. اللي انت بتبتدي تحط المهام وتمنشن الناس عليها، وهنعمل كذا وكذا. بالظبط ماشي. كده. افضل احط التاسك كلها، وبعد كده ببعت اوفيشال ايميل، يا جماعه احنا دلوقتي حطيت لكم التاسك ديت، الديدلاين بتاعها هيبقى يوم كذا. وطبعا انت لما بتكتب البيزنس ايميلز، ودي مهاره مطلوبه جدا سواء على برنامج زي سلاك او مايكروسوفت اوتلوك، ديت البرامج اللي انت بتتواصل بيها مع الفريق بتاعك، تمام. لازم تعرف تكتب الكلام ازاي. انت مش مدير، انت بتساعد الناس ديت ان هم يشتغلوا. ودايما بتطلب منهم يا جماعه لو حد محتاج سبورت في حاجه انا موجود، حتى لو انت مش فاهم فيها. بس انك تطمن الشخص ان انت مش داخل تمايكرو مانج او ان انت داخل تقفشه من دماغه كده، دي بتحسسه ان انت صاحبه ومش ان انت عدو. لان لو انت اكتسبت اعداء في الفريق بتاعك دي بتبقى حاجه وحشه جدا. فبخلص المهام بتاعتي، ببعت لهم اوفيشال ايميل. احنا بنطلع كده السكيلز من خلال يومك. بالظبط من كده. خلال السكيلز انا محتاج اكون عارف المشاريع. طب انت قلت بتحط الديدلاينز، بناء عليه بتحط الديدلاينز بناء على وانت ما عندكش خلفيه التك بتاعتهم، فهتعرف منين ده هياخد حلو. مني يومين؟ هيقول لك لا والله بياخد مني 4. انت هي عايز بقى تخلص في يومين الفكره في ازاي؟ كده. انت لما جيت قلت لك على موضوع مايكروسوفت بروجكت، انت بتقعد كذا قاعده مع التيم، بتاخد نطاق العمل وتخش لاحمد وتخش للناس التانية، يا جماعه الفيديو عشان يتعمل له ايديت مثلا كمثال، مثلا. ماشي. بالافتر افكت، بالتمبلت، بالتصوير، بالسكريبتنج،
في الطبيعي بياخد وقت قد ايه؟ فده في الميتينجز انت جمعت بالظبط. الافكار ديت. يبقى عندي الديوريشن بتاعتي. طيب بس انا عارف ان الفيديو دوت لازم ينزل في اخر الاسبوع، فما ينفعش ان احنا نتاخر فيه. فانت ممكن تديني ميعاد ويحصل اي حاجه، يحصل مشكله، فلازم يبقى عندي باك اب بلان. فما بديكش اسبوع، انا بديك 3 ايام مثلا، او ممكن ماكسيمم اديك 4، عشان لو حصل حاجه في اليوم الثالث انا عندي باك اب للشخص ده ممكن يخش مكانه في ال3 ايام التانيين، حلو، بحيث ان هو يخلص الشغل. فانت دايما عندك يعني رؤيه امتى البروجكت هيبتدي، انت في انهي مرحله، والحاجه لازم تخلص امتى. كويس جدا. وعندك خلفيه ازاي تكتب الايميلز بطريقه بروفيشنال، بطريقه تكون مطمئناهم انت صديق ليهم. يعني صديق ولا لا، يعني صديق التعامل يعني عامل ازاي؟ بص، دايما حته ان انت يا جماعه مثلا انا موجود لو انتم محتاجيني في حاجه. لو مثلا احنا عندنا التاسك ديت هنشتغل النهارده عليها عشان اهميه ان احنا ننفذ الفيديو ده، لان في ديدلاين كمان 5 ايام. الفيديو ممكن يكون صعب، بس انا عارف ان انتوا مثلا تيم شاطر. طبعا بص انا بديك اللي هي اللهجه البلدي بتاعتنا يعني، وان احنا ممكن نشتغل مع بعض عشان نطلع كونتنت يجيب لنا ملايين المشاهدات. فانت هنا بتحول الريسبونسبيلتي شويه عليهم، ان البروجكت دوت لو نجح فاحنا هيجي لنا ملايين الفيوز. حلو. مش انتوا هتشتغلوا عشان محتاجين نحط الفيديو دوت يطلع يوم السبت الجاي، انت عارف تتشقلبوا كده. واحنا بالفعل محتاجين هتشتغل عشان احنا محتاجين نطلعوا الفيديو السبت الجاي، بس يعني هقول لكم حاجات تانية. بس هيبقى في بروفيت، او هيبقى في جايزه ان احنا هنبقى احسن. فانا طول ما بنجح الانفلونسر بتاعي احنا كتيم هنفضل مكملين شغل. تمام. فانت كويس. يعني مستر البروجكت مانجمنت انت بتعمل حاجه اسمها شيرنج ريسبونسبيلتي مع التيم، اكتر ما انت بتقفش فوق دماغهم كده. حلو. نرجع تاني. انا اسف على المقاطعه اللطيفه، بس انا بحاول عشان خالص، نوضح بالعكس. نطلع السكيلز من خلال يومك يعني. ماشي كده خلاص، انت بعت لهم الايميل وهنعمل كذا بالظبط. تمام. هنا بقى انت عندك زي ريبورتنج ميكانيزم. الريبورتنج ديت انت بتشوف مين اكتر حد ملتزم بالشغل، مين اكتر حد مش عارف يلتزم بالشغل، بيتلكع مش عاوز يشتغل او كده. وبتشوف في الاخر خالص على اخر يومك ده ايه اللي اتنفذ النهارده، ايه اللي ما اتنفذش، ايه اللي ممكن يروح لبكره. فدايما بتفضل شغال على الكوميونيكيشن مع التيم، مش بتزن عليهم، ولكن كل مثلا ايه ساعه كده او ساعتين انت عارف ان الفيديو هياخد 3 ايام، فايه الاخبار يا شباب، متحمس ان انا اشوف الفيديو هيبقى شكله عامل ازاي. تمام، الدنيا كويسه معاكم، محتاجين حاجه. حلو. فتلاقي ناس ترد والله انا مثلا ستك في الحته دي، طب محتاج مساعده. ستك ديت او ان انا واقف، فهنا عندي فيه ريسك. طب الريسك ايه مثلا؟ تاخير. ادوبي بتاعي ما مش مدفوع. حلو. بص يعني ترجم دي كانها مخاطره في البروجكت مانجمنت. اصلا انا الكهرباء عندي قطعه، فهنا مثلا بقى بتبتدي تعمل ايه، تاخد التحدي دوت وتطلع لصاحب الشركه، الراجل ده عندي ما عندوش ادوبي ومحتاج ان انا انفذ الفيديو يوم السبت، فمحتاج فلوس دلوقتي، وكمان بادجت زياده عشان يروح يشتغل من كووركينج سبيس، ياخد اللابتوب بتاعه ويشتغل من هناك. ده بنسميه في اداره المشروعات ريسك ميتيجيشن. دي اصلا انت مظبطها في الاساس ان في ممكن بادجت تطلع لك في النص انت مش عامل حسابها. طبعا انت عندك حاجه اسمها مانجمنت ريزيرف، احتياطي نقدي. ده للمخاطره، ان لا قدر الله ممكن الشخص دوت بعد الشهر يحصل له حاجه، او يستقيل من الشغل، او ان هو مثلا يقول لك والله انا باخد وقت زياده، او نفسيته مش كويسه. فده كله بيتحدد امتى وانت بتاخد التايم لاين بتاع البروجكت. حلو. عشان تبقى انت واثق وماسك كل حاجه من جميع جوانب البروجكت. كويس جدا. وبعد كده طبعا بتيجي مع كل اسبوع بتبعت ريبورت للعميل او للانفلونسر بتاعك في هذا الاكزامبل يعني، والله احنا نفذنا كذا، الفيديو وصل في ميعاده، لو ما وصلش في ميعاده ما وصلش ليه، ايه المشكله، هل احنا محتاجين نزود عدد من الاديتورز زياده، ولا احنا كده تمام، وهل في حد عنده مشكله في البرفورمانس تخش تتكلم معاه انا مثلا كبروجكت مانجر او انت كصاحب الشركه. فهي planning execution monitoring controlling، يعني planning للمشروع، execution تنفيذ المشروع زي ما مثلا ما شرحت لك كده، monitor بتشوف ايه اللي بيحصل للبروجكت بتاعك، وكنترول. فانت كده مسكت جميع الجوانب بتاعه البروجكت. فده تقريبا بيبقى يومي كل يوم. طب سؤال مهم بقى جدا، احنا مأخرينه للاخر شويه انا عارف، البروجكت مانجر بيقبض كام؟ بص يا سيدي، البروجكت مانجر ممكن ياخد معاك لحد $150 في الساعه. ما شاء الله، ده موجود. ولو انت دخلت على موقع ابورك هتلاقي ان في ناس بتاخد الرينج ده واكتر من كده كمان. في ناس ممكن توصل النص ساعه الكونسلتيشن بتاعتها ل $300 في الساعه. بس الفكره ايه اللي انت أيوة، عشان انا شفت بروجكت مانجر دلوقتي. ايه اللي ايوه الفكره دي ممكن تخليني افضل قاعد مستني مكان. انت بتاخد فلوس بس يعني بأنهي تكلفه؟
انت طبعا يا عم انا موافق على اي تكلفه. انا موافق على اي بايع تكلفه. داخل في اي حاجه وخلاص. بص يا سيدي، بدايه البروجكت مانجر على اي منصه عمل حر في الاول خالص لو انت لسه مبتدئ، مم. بتاخد اول من $10 في الساعه. تمام، تمام، الطبيعي بتاعنا. اللي هو الطبيعي بتاعك. ماشي. طيب بعد كده لو احنا بنحسب ان انت مساعد مدير مشروع اللي هو الاسوشيت بروجكت مانجر، ممكن بعد كده تطلع ل 15 مع كل عميل انت بتجيبه مثلا او 2 عملاء، بتطلع $5. اوكي، ده عشان خبره بتزيد يعني. الخبره بتاعتك بتزيد، وانت كمان بقى عندك ثقل على المنصه وعندك بورتفوليو قوي جدا، احنا ما كناش على بورتفوليو بيتعمل ازاي، فماشي. وهنتكلم فيه برضه. فانا مثلا حاليا دلوقتي الرينج بتاعت الساعه بتاعتي من 35 ل 45. ما شاء الله. تمام. انا مش عاوز اطلع بالرينج اكتر من كده، عشان برضو ما الشخص لما يجي يعيني وانا في مصر ما يحسش ان انا يعني بنافس الشخص اللي موجود في امريكا. فانت هتيجي عند حته معينه ولازم تقف شويه. مم. وانا بقى هنا بعتمد على تنوع العملاء، ان بدخل كذا عميل بنفس سعر الساعه. انت كبروجكت مانجر ممكن تمسك كذا مشروع في نفس الوقت، ممكن تمسك 2، ممكن تمسك 3، ممكن تمسك 4، بس كله على حسب ادارتك للوقت. فانت ممكن انك تعمل اداره ل3 أو 4 مشاريع. طبعا في شغل يتطلب ان انت، او مشروع يتطلب ان انت تاخد وقتك كله ومش هتعرف تعمل حاجه غير المشروع ده، ولكن في فترة تانية في حياتك ممكن تعرف تدير كذا مشروع صغير أو متناهي الصغر مع بعض، 4 5 6 وهكذا. لكن كله بيعتمد على إيه؟ على إدارتك لوقتك. طب انت ليه قلت مش عايز توصل للرقم بتاع امريكا؟ يعني ايه الفرق؟ ما شاء الله حسن، انت بتتكلم انجليزي كويس جدا يعني. تمام. فدي ايه الفرق بينك وبين بره؟ لان انا اعتقادي الشخصي في الفريلانس ان هو يا عم انا بنافس الناس بتاعت بره. طبعا بحط ليميت شويه عشان هم بيبصوا لك برضو نظره المفروض تكون شويه اقل سعرهم. بس طب ما بعمل نفس اللي هم بيعملوا. هقول لك، أنت بتحاول، لو أنت فاكر في أول البودكاست قلنا إن العميل بيجي لك أنت عشان أنت بتدي فاليو أو بتدي قيمة تمام. أعلى من الشخص اللي موجود في أمريكا، بحيث إن الشخص بتاع أمريكا متعب، بياخد منك فلوس، بيدفع ضرائب كتيرة جدا. فبالنسبة لي أنا عاوز يبقى عندي دايما الأفضلية إن أنا حاطط سعر تنافسي أنا شايف إنه مقابل العملة أو قيمتها عندنا في مصر هنا أهو أكتر من كفاية، ويا عم زي الفل على كده. تمام. طبعا ممكن مع الوقت تزود بقى لو أنت لقيت يعني عميل تقيل قوي قوي قوي، وهو قال لك حط البادجت اللي أنت عايزها، حط الميزانية اللي أنت شايفها كويسة. تمام، هنا ساعتها ممكن ازود براحتي شويه. ولكن في الطبيعي دايما بحاول اسيب فرق بسيط ما بين الشخص اللي في امريكا والشخص اللي موجود في مصر. كويس. طب ازاي بقى بما انك اتكلمت عن انت ممكن تمسك مشروعين 3، بتظبط وقتهم ازاي؟ لان انا بشوفك احيانا حسن، انا بكون بكلمك في حاجه حسن ممكن نعمل كذا مع بعضنا، فتقول لي والله يا احمد بس في ميتنج جالي دلوقتي، فاهم؟ ما كانش موجود قبل كده، فوالله بس اتضغطت الساعه ديت. فانا بشوفها احيانا بتطلع لك مره واحده. فازاي بتظبطها خصوصا لو معاك عاملين 3، ال3 بيطلعوا لك مره واحده؟ حلو جدا. انا لما بخش مع عميل انترفيو او مقابله على ابورك، انا دايما عارف ان انا بقسم كده اليوم بتاعي لبلوكس. حلو. وتعالى مثلا نقول عندنا 3 شركات انت شغال معاهم، شركه الف وشركه ب وشركه ت. تمام، انا عارف ان في اليوم ده من الساعه 9 للساعه 1 المشروع بتاع الف ده موجود، كويس. من الساعة 2 لحد الساعة 6 ده مشروع بيه، من الساعة 8 لحد الساعة 12 بالليل، لأن أحيانا ممكن أشتغل عادي لحد 12 ساعة، أعتقد أنت سبقتني في الحوار ده، المشروع اللي هو ت. تمام، هنا بقى بتعتمد على شوية فليكسيبيليتي أو شوية مرونة عندك كبروجكت مانجر. تعال نفرض إن المشروع بتاع ت ده حصلت فيه مشكلة كبيرة جدا، ما ينفعش تستنى إنك تبتدي في هذا الوقت، لازم بقى تضغط على نفسك شوية إنك تاخد حتة من المشروع ده وتنفذها الصبح. يعني مثلا قال لك والله الخدمه عندي بتاعت الانترنت وقعت، مش هينفع تشتغل. فوانت قاعد شغال في البروجكت بتاعك او المشروع بتاعك الاولاني، لا دي حاجه اولويه انت محتاج تشتغل عليها. هل ده بقى بيحصل كل شويه؟ مش كتير، بس انت مقسم وقتك دايما ما بين المشاريع، ودي حاجه مهمه جدا. مش كده انت بتاخد من وقت العميل التاني ولا انت ما تحسبوش عليه وقتها؟ فهمني الدنيا عشان على حسب عشان ما نبقاش الاولويه. بنظلم العملاء. بص، على حسب الاولويه، هل مثلا دي حاجه توقف لك المشروع ولا حاجه ممكن تستنى؟ لو حاجه ممكن تستنى، لا طبعا بقول للعميل وبكون واضح جدا، انا بشتغل في البروجكت بتاعك او المشروع دوت من الوقت ده للوقت ده، كويس. ومش بشتغل بعد كده، وما بشتغلش في الاجازات. لكن لو العميل جه قال لك اصل انا عندي كارثه، ماشي في مبنى ولع مثلا، سيرفر عندي اتحرق، الحقني، اروح داخل لمده
ربع ساعه او نص ساعه على حسب المشكله. لو انا مشغول او شايف ان المشروع بتاع الف زحمه دلوقتي، هقول له للاسف انا مش فاضي. لكن لو انت عندك وقت بسيط، وتقريبا دايما بيبقى عندك وقت يعني، غالبا انت مظبط الدنيا ان انت عامل حسابك للاوقات ديت. بتعمل سويتش. انا شغال على المشروع ده دلوقتي، المشكله فين، حلها ايه كده، بقول له خلاص انا بدات حل المشكله. بالليل بقى ان شاء الله هكملك الفولو اب عليها، لو ينفع ان احنا نكمل متابعه عليها بالليل. كويس جدا، ماشي تمام. حلو بقى كده، احنا عرفنا الدنيا نبتديها ازاي. هل انت حسن اللي بدات كبروجكت مانجر في الاول قعدت تخبط لحد ما الحمد لله وصلت، شايف نفسك بعد 5 سنين فين يا حسن؟ لا بعد 5 سنين شايف نفسك قاعدين مع بعضنا بنتكلم في نفسك. بص انا هرد عليك وهقول لك، بس برضه وهنتكلم كمان في الحاجه برضه اللي الناس كانت بتسال دايما فيها، البورتفوليو دي برضه كانت مهمه قوي. انا شايف نفسي فين كمان 5 سنين. هل ليها مستقبل مكمل 5 سنين البروجكت مانجر؟ طبعاً. او الكارير بتاعك ماشي ازاي؟ انت بتقف عند حته معينه ولا بتتطور بعديها ولا؟ بص انت بتبتدي في الاول الاسوشيت اللي هو مساعد مدير المشروع، حلو. بعد كده بروجكت مانجر، وبعد كده ممكن تطلع في اتجاهين. اوكي، طبعا بتبقى سينيور بروجكت مانجر، بعد كده تبقى انت سينيور بروجكت مانجر. ممكن بعد كده تمسك حاجه اسمها بي ام او، بروجكت مانجمنت اوفيس، تمام. او ممكن تشتغل حاجه اسمها سكرام ماستر. ده بيبقى اعلى يعتبر كده ايه، مش اعلى كوظيفه، بتبقى المهام واخده ليفل اعلى شويه، تمام. ماسك حزمه من المشاريع، مثلا كبروجرام مانجر او كده بتبقى ماسك حزمه من المشاريع، مش سكرام. بكلمك على بروجرام مانجر، تمسك مجموعه من البروجكت مانجرز، وتبقى انت قاعد بتحط لهم البروسيس اللي هم يشتغلوا بيها، الستاندرز بتاعتهم. وانت بقى كبروجكت مانجر او عفوا كبروجرام مانجر بتروح للعميل. تعال مثلا نتخيل انت شغال في شركه عملاقه وماسك مشروع، يعني انا المشروع اللي انا كنت فيه في مصر هنا كان عندك 350. تمام. يعني مثلا هديك مثال. البروجرام مانجر لما بيجي بيشتغل مع البروجكت مانجرز، عندك مشروع انا كنت شغال فيه في مصر كان فيه 350 بروجكت مانجر زيك زي، وكان كل 15 واحد ماسكهم بروجرام مانجر واحد. وظيفه هذا البروجرام مانجر يتجمعوا مع بعض كده ويروحوا للسي او بتاع الشركه، مثلا احنا نفذنا 1 2 3 عن طريق البروجكت مانجرز بتوعنا، وتتاكد ان الستاندردز او اقول لك ازاي، الاجراءات بتاعه المشروع بتتماشى مع الشق الليجل او الشق القانوني بتاع المشروع، بيتنفذ بالكواليتي اللي انت حاططها للمشروع ده، اللي هي الجوده بتاعه المشروع. مفيش اي تاخير، مفيش اي جزاءات على المشروع. فده بيكون شغل البروجرام مانجر. اوكي، تعالى بقى نقول انت راجل حر نفسك وعاوز تسيب القصه دي خالص. حلو. انت ممكن تفتح شركه كونسلتيشن، تبقى انت راجل بتاع استشارات اداره مشاريع، كانك في اب وورك كده. مظبوط، اصلا تيجي لك شركات، انت بقى صاحب الشركه دي ومعاك بروجكت مانجرز تانيين، انت بقى خلاص فاهم القصه، بتعتبر نفسك هنا بروجرام مانجر. حلو. وتاخد البيزنس ده توزعه على البروجكت مانجرز بتوعك. في مثلا بتبقى حاجات ريموتلي تشتغلها من البيت، وفي حاجات انت ممكن تاخد نفسك والبروجكت مانجر بتاعك وتشتغل من الشركه الام نفسها، عشان مدى الكونفيدنشاليتي بتاعت الحاجه او الايه السريه بتاعت المعلومات بتاعت العميل. طب لو احنا بصينا بقى لاب وورك او لاي منصه تانية، ممكن تفتح ايجنسي على اب وورك، تبقى انت ماسك فيها صاحب الايجنسي ديت، وتاخد عملاء وتوزعها على البروجكت مانجرز بتوعك. يعني انا اعرف ناس على اب وورك تقريبا بتعدي $100,000 في الشهر. ما شاء الله. التيم بتاعهم بيتكون من ايه؟ البروجكت مانجر اللي بيمانج المشروع، دول تيم مش حد لوحده يعني. بالظبط. ماشي. وكان جايب ناس اي تي، تمام. يعني انت لو عندك اي اي تي بروجكت، انا جاي لك جاهز، انا كبروجكت مانجر اهو، ومعايا التيم بتاعي جاهز ان هو يخش معاك في اي بروجكت. فانت كده ايه، حققت الباكج كلها كامله. ففي تفرعات كتيره جدا من تدريس لايجنسيز ممكن تخش فيها كبروجكت مانجر. كويس جدا. طيب دلوقتي حسن بقى، ازاي اصلا بتوثق دوت على اب وورك؟ يعني ازاي بتعمل معرض اعمالك او البورتفوليو بتاعك على اب وورك؟ انت لما بتخلص شغل بتثبته ازاي اللي انت عملت المشروع الفلاني وكنت موجود فيه؟ بص، طبعا انت بتسال العميل في الاول هل ممكن اعمل بورتفوليو من الشغل بتاعنا او لا. لو انت اشتغلت مع عملاء بره اب وورك قبل كده، يعني انا لما بدات على اب وورك عملت ايه؟ بصراحه عملت حاجه اسمها دامي كيس. دامي كيس اللي هي دراسه او مشروع انا عارف ان انا اشتغلت عليه قبل كده. مشروع وهمي. مشروع وهمي، لسه حلو. هقول لك يعني. مشروع وهمي، والمشروع الوهمي ده
انا نفذته مطابق للحاجه اللي انا كنت بشتغل عليها من غير ما اقول اسم البروجكت اللي انا كنت شغال عليه، حلو. وغيرت فيه شويه حاجات. طب كان ايه اللي موجود في البورتفوليو ده؟ التولز، الادوات اللي انا اشتغلت عليها ساعتها، كنت انا استخدمت مايكروسوفت بروجكت، واستخدمت كمان داشبوردز بتاعت اكسل، مهم. وكمان كنت انا استخدمت كده حاجه اسمها بزنس كيس، اللي هي سبب انك بتعمل المشروع ده ايه. طبعا كنت معلم على الكلام اللي ممكن يحمل معنى سري شويه، انا مخترع الكلام ده كله بس انا فاهم انا بكتب ايه بالظبط. عشان العميل يبقى واصل له هو بالظبط، انت بالظبط. فاهم الدنيا. اصل انا برضه مش هينفع احط بورتفوليو حاطط فيه اصل احمد سباعي عنده مشروع في كذا دافع مهم. كذا. انت كده بتقول للعميل ان ده سريتك معايا هفضحك لما في نخلص شغل مع الشلاحات. بعضينا. مش موجود سريه خلاص. فبنيت البورتفوليو، المشروع ده اتاسس ليه، لو ما تاسسش كان ايه اللي هيحصل. فانا عشان كده عملت البروجكت بلان ديت. عشان كده لما شفت ان العميل عنده مشكله في الدوكيومنتيشن او في صياغه المهام، رحت عامل له داشبورد على كليك اب، اللي هو السي ار ام تول اللي احنا اتكلمنا عليها. حطينا كل المهام بتاعته، بقى عندنا اداره للوقت، مفيش مشكله في الجوده عشان كل حاجه تحت عينيا انا كبروجكت مانجر. الناتج ايه؟ ان احنا وفرنا المانيوال ورك او الشغل اليدوي، ان احنا نعمل حفظ للداتا ديت مثلا على جوجل درايف او نكتب على ورقه وقلم، اتحطت في سيستم. العملاء اللي معانا حسوا ان الدليفري بتاعتنا احسن، التوصيل بتاعنا احسن، فبالتالي بقى عندنا عملاء اكتر كمان. كويس. البورتفوليو 3 حاجات: ايه اللي حصل قبل ما انت ما تيجي، لما جيت عملت ايه، ولما انت نفذت ده ايه اللي حصل. وما ينفعش تقول ان عميل مبسوط، لا انا ظبطت البروسيس بتاعت العميل. كان في حاجات غلط بتحصل حسناها. الشغلانه اللي كانت بتخلص في 5 ساعات بقت بتخلص في ساعه واحده او في نص ساعه، بسبب السيستم اللي انا عملته للكلاينت ده. لازم يشوف ان في قيمه مضافه انت حطيتها له كبروجكت مانجر. تمام، وانت كده وصلت له الفعل ان انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي، فهو خلاص اخذ الثقه موجوده فيك مع حفظ الخصوصيه بتاعت العميل. بالظبط. والميزه كمان انت كبروجكت مانجر مش محتاج تحط كذا بورتفوليو، مم. هو واحد بس اللي انت ممكن تحطه او 2 ماكسيمم، يبين له ان انت فعلا يعني فاهم انت بتعمل ايه. بس لانه اصل انت هتنفذ ايه مختلف عن اي بورتفوليو تاني. كلهم نفس النظام مانجمنت في البروسيس بالظبط. الموجوده. الا بقى لو انت بروجكت مانجر اشتغلت مع شركه بتاعت اي كوميرس، تمام، هنا بقى انت محتاج تحط ارقام من غير ما تحط اسم الشركه. العميل دوت لما دخلت عملت له مانج او اداره للفريق بتاعه، وبعد ما كان بيكسب $10,000 بقى بيكسب $55,000 او $100,000، او مبيعاته طلعت بنسبه 7% او 10%. مشاريع الاي تي لو في حاجات انت ماضي على نفسك ان دي اي ما ينفعش تتكلم فيها، فدايما اختار البورتفوليو بتاعك طالما انت فاهم. كويس كده، الحمد لله. اعتقد الدنيا كلها واصله بشكل كبير يعني. بس مع اننا بنتكلم بقى عن الحاجات الورديه والناس بتتحمس جدا، ايه الحاجات الرخمه كانت بتقابلك؟ انا بشوف دايما في الضغوطات عندك شديده جدا. احيانا كتير انت بتشتغل عدد ساعات كبير، البروجكتس بتبقى تقيله مره واحده، بيدخلوا على بعض، بتتعامل مع جنسيات مختلفه، هنود مظبوط. من هنا المفروض تهندل ده مع دوت، معتقدات مختلفه. مم. بتظبط ده كله ازاي بقى؟ بص، شغل البروجكت مانجمنت لو انت شخص فائض المشاعر او حساس زياده عن اللزوم، فانت عندك حل من الاثنين: يا تتحكم في مشاعرك، وفي استراتيجيه انا دايما برشحها لاي حد مش بس للبروجكت مانجمنت، ان هم دايما يستخدموها في شغلهم، حاجه اسمها المايند ديفيشن. يعني ايه المايند ديفيشن؟ تخيل نفسك كده انت في فيديو جيم تلعب لعبه جي تي اي، شايف الشخص اللي قدامك ده، اللي هو ده بنسميه ثيرد بيرسون، انت شايفه من بعيد كده بالكاميرا وهو بيمشي قدامك، بس انت مش الشخص ده، هو جوه الجيم. ده اللي هو البطل اللي انا بلعب بيه يعني. بالظبط. دي رؤيتي للمشاكل، انا شايف نفسي ان انا بعيد عن المشاكل مش جزء منها. المشاكل ديت موجوده، حلها ايه؟ والله حلها كذا كذا كذا. عكس حد تاني بيخلي بقى بيشغل جواه، هو جوه نفسه الكلام ده عليا انا، ده كبني انا آدم اللي بقى. مبوظ الدنيا، ده هم قالوا عليا اللي هو كذا انت كذا. بقى. بالظبط. يعني في شخص يشغل بقى وبيأكتيفيت المود بتاع فايت اور فلايت. انا لو ما عملتش كده البروجكت هينتهي، الدنيا هتبوظ، الدنيا عندي هترفد من شغلي. انت كده بقيت مدخل مشاعرك انت في الاسترس بتاع الشغل، في الضغط النفسي بتاع الشغل. وانا اعرف ناس للاسف حصلت لها مشاكل كبيره، واللي ركب دعامه في القلب، وفي اللي توفى الله بسبب هذا النوع من الضغط. فطول ما انت بتشتغل في اداره المشروعات او في اي شغل تاني، بص على المشكله
كانك فوق كده وشايفها مثلا بعيد، لانها اجباري هتيجي، اجباري في بالظبط. مشاكل هتيجي. لازم تحصل مشاكل. مفيش بروجكت في الدنيا او بلان ماشي او خطه انا عملتها سلس. استحاله، ما ينفعش. لو كنت انت بتعمل البلان او خطه المشروع ومشيت زي ما هي، فانت مالكش لازمه ماشي يعني خالص. واصله لي بطريقه ما. فانت انا عارف ان ان البلان الخطه اللي انا حاططها دي، ده يعتبر ايه السيناريو اللي هو حلو قوي. لو كل حاجه مشيت، ما انت ممكن مثلا تعمل مشروع وتظبط كل حاجه وتقول انا هركب سيرفرات في مكان معين، وتيجي مثلا تلاقي شركه الاتصالات والله انا هعمل حفر دلوقتي عشان هوصل غاز للمنطقه دي. فانت مشروعك تمام، مفيش مشكله. او لا انت محتاج تصريح، او انت مثلا حصل حرب في البلد دي مثلا. ففي عوامل كتيره جدا بنسميها حتى في البروجكت مانجمنت internal factors واكسترنال فاكتورز، عوامل داخليه وعوامل خارجيه. فانت طبعا بتقعد تعمل سيشن مع التيم، ايه الحاجات المصايب اللي ممكن تحصل، وايه الحاجات اللي احنا ممكن نسرع بيها البروجكت. ففي الغالب كده كده هي هتيجي، فتعامل معاها وهندل الدنيا من منظور الخارجي بعيد ما تحط نفسك جوه المشاكل بالظبط. دي. عشان ان انت تحط نفسك في مود او الضغط بتاعت الاسترس بتاع الشغل ده فعلا بيخليك عندك مشكله في الانتاجيه بتاعتك، بيخلي نظرتك يعني تحت قوي. واعتقد انتاجيتك مؤثره بشكل مباشر على المشروع كله. بالظبط. وكمان بقى التيم بتاعك لما يشوف ان انت، او الفريق بتاعك لما يشوف ان انت نفسك خايف، هم هيخافوا. فانت دايما تلاقي التيم هو اللي في حاله الهلع، وانت الشخص اللي قاعد عامل كده، فاهم، انت حاطط بقى جواك وساكت بقى، وهم اللي خايفين. يا جماعه ما تقلقوش، لدرجه حتى ممكن الناس تنتقدك انت ازاي سكت. انت مش وظيفتي بارد، لازم اكون فيها كده. انت مش بارد، انت بتحاول على قد ما تقدر تبين لهم دي مشكله انا شغال عليها، ما تقلقوش. وانت بقى تقعد تعيط مع نفسك انت في اوضه تانية لوحدك كده. طيب مع الجنسيات المختلفه خاصه بقى على ابورك وهكذا، هندي على مش عارف من فين على من فين على من فين، مصري معاك بتهندلها ازاي؟ لما تيجي تعرف السياسه او الثقافه بتاعت الناس اللي قدامك، دايما لحد ما تعرفها تعمل حاجه على جوجل. بس القاعده الاساسيه قبل ما تخش على جوجل، 3 حاجات ما تتكلمش فيهم: السياسه، الكوره، والدين. على قد ما انت ما متخيل ان الكوره دي حاجه مثلا بسيطه، كميه الناس اللي ممكن تخش مع عميل في ميتنج ويشيلوا منك ويقفلوا. انا بشجع برشلونه، بس تلاقي فجاه ايميلك كده اوفيشال ايميل كده مبعوت لك عريض الدعوه ان انت بتتنمر على الناس، وان انت بتتكلم في حاجه المفروض ما تتكلمش فيها في البيزنس، وممكن فعلا تخسر شغلك بسبب كريستيانو حاجه عم زي كده. الناس. انا اعرف ناس خسرت شغلها بسبب موضوع الكوره دوت بجد. و... بس ده والعميل اعتقد حصل في التنشنه في النص وكده، يعني برضه مش هيصغروا دماغهم من منظور يعني اللي هو ايه، طب يلا لا ما مش تعرف. بص، في كده قاعده، انت مش عاوز تعمل اختبار لزعل اللي قدامك. ماشي انا معاك دوت اللي انا تتجنبه ما دام ما تعرفوش، والهزاركم ما وصلش الليفل طبعا في درجه انت فاهمه فيها. لو انت داخل مع عميل، في عملاء انا اعرفهم عندهم كوليكشن بتاعت زي مجموعه كده من الكور الذهبيه، عارف انت بتاع كاس العالم والحاجات دي. في ناس بتاخد الموضوع على قلبها قوي، وهو واخد في نفسه ثقه ان هو عميل، وان هو ممكن يطلب في اي وقت ان البروجكت مانجر ده دخل معايا في مواضيع ما حبيتش ان انا اتكلم فيها. فلو هو طبعا ما فيش حد هيرخم كده، بس ممكن فاهم قصدك. حصلت في كذا مثلا بروجكت مانجر يرخموا يعني. فالسياسه والكوره والدين. بعد كده مثلا بتخش على جوجل او دلوقتي طبعا شات جي بي تي، تقول له والله انا بروجكت مانجر بتعامل مع مجموعه من الناس في الهند او في الصين او في ايا كان، ايه المواضيع او الاكلات او التقاليد اللي انا ما ينفعش اتكلم فيها عشان الناس ديت ما تزعلش مني. يعني مثلا الهندي ما ينفعش تتكلم معاه في اكل اللحمه ماشي مثلا، وصلت. وهكذا. فحاجات زي كده مثلا احنا بنعمل لها دراسه بحثيه كامله. لو عندنا عميل جاي لنا مصر من بره، مثلا بريطاني، يحب ايه ما يحبش ايه، تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي لازم معاه. لازم طبعا. وخاصه كمان لو انت هتبيع له مشروع، فانت محتاج تفهمه ان انت عامل الواجب بتاعك قوي وعارف عنه كل حاجه. تمام. فبس يا سيدي، دي ازاي تعرف حاجه زي كده. الموضوع طبعا بياخد حبه بحث، بس انت مع الوقت خلاص، اصل انت مش بتتعامل مع كواكب مختلفه، هم نفس البشر خلاص، انت بقى عندك القاعده. سيطبوع بس في حاجات يعني. بالظبط. بس الجزء بتاع الثقافه دوت لما تيجي تهزر مع التيم بتاعك، يعني خد بالك بزنس از بزنس، انت بتتكلم في الشغل بس. حلو. تمام. ولكن انت اتصاحبت على ناس دي بس بتبقى ايه، اكسترا مايل كده، او بتاخد خطوه كده من عندك انك ما تزعلش حد منك، مش اكتر من كده يعني.
عايز اقول لك كان في حد تقريبا حكيت لك الموضوع ده قبل كده، حد انا يعتبر بروجكت مانجر صغير، هي في الاساس حاجه تبع السوشيال ميديا، بس انا بدير له كذا حاجه مع بعض، فانا معتبر نفسي بعد ما فهمت ايه بروجكت مانجر فانا قلت خلاص انا كده بروجكت مانجر معاه. تمام. انا لما دخلت معاه في الاول كنت بقلق من الهزار، مش عارف طبعه ولا عارف اي حاجه. اكيد. اخر مره مثلا مع بعضينا كده من قريب كنت في ميتنج معاه، فانت عارف الكافيهات اللي عند الضغط كده عندنا في المنطقه اللي بنقعد فيها، فانا قاعد في ظهري للشارع، فانا بتكلم معاه وبسجل نوتس، قاعد ماسك ورقه وقلم كده بسجل نوتس، فمره واحده ببص كده عليه في الميتنج فلقيته بيعمل باي باي، فانا رحت عملت له باي باي اللي هو ماشي يعني مش فاهم الدنيا في ايه. القهوجي فراح قال لي لا يا سباعي مش انت، في حد من ورا كان معدي في الشارع فبيشاور لي كده قلت له حد من الشارع والله العظيم، فلقيته بيعمل باي باي للناس في الشارع ورايا. القهوجي جاب له صينيه ولا حاجه تشرب قهوه. فانا بقيت قاعد فعلا، انا بقيت قاعد معاه كده حاليا بقول له بس انت ايه، احنا مش غرب، احنا قاعدين فوق. لا، احنا بدانا هزارنا يبقى كده، بس ده ما كانش في الاول. اكيد طبعا اكيد. لا هو انك تبني علاقه مع العميل دي حاجه مهمه جدا، لان خد بالك العميل بيجي في مرحله ما، احيانا لو حصلت مشكله مع شركتك العميل هو اللي ممكن يدافع عنك. فانت بقى وشطارتك ازاي تعرف تشد العميل لصفك قوي، مع حفاظ ان بيزنس از بيزنس طبعا النقطه دي بالظبط. وده خط يعني في ناس للاسف مثلا كفريلانسرز، انا كسبت العميل وبقى صاحبي، لا سوف بقى يا معلم وما تشتغلش، اديله سكه بقى خلاص. اول ما العميل الطيب دوت يحس ان انت عملت كده هو ما عندوش تفاهم، بس هو في الاخر جايبك عشان فلوس، فانت بدات تخسره. بالظبط. فدايما بيقول لك حتى بالانجلش ايه، شو ريسبكت، اللي هو انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت ما تعملش حاجه تزعل العميل او تبين له ان انت لا ده احنا اصحاب. فدايما القاعده الذهبيه اللي انت بتشتغل بيها شو ريسبكت. انا بقول للعميل اللي هو باين له انت قد ايه بتحترمه، وباين له قد ايه ان احنا صداقتنا حاجه. يعني انت عارف العميل احيانا بيقول لي حسن انا بستغربك، انت فجاه بنضحك وبنهزر وفي نفس المكالمه تروح انت عارف انت بتضحك وفجاه هنعمل كذا النهارده وهنشتغل في كذا النهارده والتيم عمل كذا النهارده. انت مش نفس الشخص، نفس الشخص بس بيزنس از بيزنس. انا لازم افهمك ان ده شغلي، البروجكت ده از ماي بيبي، ده ابني انا هتبناه ونهزر مع بعض بعدين. كويس جدا. فمش هو اللي يعمل معاك كده، انت اللي تعمل كده عشان ما يتعملش فيك كده. فاهم قصدي؟ وصلت صح. طيب اتمنى تكون الحمد لله البودكاست بقت رود ماب سريعه خفيفه للناس. لو انا بقى عايز اتعمق، انا عارف انت عندك كورس مجاني بالفعل شارح فيه البروجكت مانجمنت والفيرتشوال اسيستنت وهكذا. ومش كورس مجاني وبس، كمان انا عامل جروب تليجرام مجاني بدعم فيه الناس كلها مجانا وبالكامل. على فكره انا موجود على الجروب واحيانا بسال في النص كده، وسبحان الله اللي يرد عليا احيانا الناس من الجروب نفسها، يعني مش دايما بيبقى انت تقريبا انت منفض لي حاليا بترد على الناس الثانيه الباقيه بس بس ما شاء الله في كورس انت عامله كامل، نوصل له، هنحط اللينك بتاعه في الديسكربشن من تحت، بس ممكن تديني خلفيه لما اخلصه هوصل ليه. الكورس اللي موجود حاليا دلوقتي هو كورس الفيرتشوال اسيستنت. حلو. اللي هو موجود عندي على اليوتيوب. هل ده كورس عادي؟ انا شايف لحد دلوقتي وبفضل الله ان انا يعتبر الوحيد اللي بشرح المجال ده بشكل متعمق شويه. انا مديك الحاجات اللي انت محتاج تشتغل عليها، وعندك كمان جروب التليجرام بحاول ان انا ارد عليه على قد ما بقدر، عشان انت عارف طبعا هناك الرسائل كتيره شويه. ولكن انا هدفي في الاخر انك تعرف ان شغلانه الفيرتشوال اسيستنت ديت شغلانه مش صعبه ومش سهله في نفس الوقت، بس انا بديك الادوات اللي موجوده دلوقتي. واحد مثلا يقول لي طب هل الاوتوميشن، يسال هل الاوتوميشن ده مهم عشان ابقى فيرتشوال اسيستنت؟ الاوتوميشن انا من وجهه نظري هو حاجه كويسه، ولكن هي بابل يعني فقاعه ممكن تفرقع في اي وقت، بتستخدمها في الحاجات اللي انت بتكررها كل شويه. غير كده انا شايف ان هو عادي لو انت عرفته، لو انت بتشتغل في بروجكت عملاق هيفيدك قوي. ولكن التولز اللي انا شرحها في الكورس ده كفيله جدا ان هي تحطك على الطريق الصح. انا استفدت منها، يعني انا استفدت منها ان في تولز انا بستخدمها بالفعل مع العملاء بتوعي في التعامل في التواصل وهكذا، فانا استفدت من حاجات ما كنتش عارف عن الحاجات ديت، عن البرامج ديت. بالظبط. وكمان الجروب بتاع التليجرام في ناس بتنفذ بورتفوليو تبعته لي، ببص عليه، ببعت لها طبعا برايفت لو الوقت امكن عندي، انا رايي في البورتفوليو بتاعك ده كذا كذا كذا، محتاج تظبط كذا ومحتاج تظبط كذا. وخد بالك كمان ان ميزه البروجكت مانجمنت او الفيرتشوال اسيستنت، البورتفوليو بتاعها زي ما قلت لك ما ينفعش تعمل بورتفوليو قوي للفيرتشوال اسيستنت، لان زي ما قلت لك انت ممكن تشتغل مع حد في الاي تي، تشتغل مع حد بيعمل دونتس او بيتزا، تشتغل مع حد بتاع عفوا احذيه او حاجه زي كده. فهو الفكره كلها انت عندك البورتفوليو اللي بيقول ان انت فاهم التولز او الادوات بتاعه الفيرتشوال اسيستنت، فمش محتاج تعمل حاجات كتير. عكس الجرافيك ديزاينرز او الفيديو اديتورز لازم يحط
ريلز دوكيومنتري، ريلز اي اس ام ار، جرافيك ديزاينر يحط جميع انواع الجرافيكس او التمبلتس. لكن احنا شغلنا بروسيس، يعني اللي هو الشغل بتاعنا احنا ما بيعتمدش على الفيجوالز او المرئيات، بيعتمد على الداتا اللي انت عارفه، اللي انت نفذته، اللي حصل بعد ما نفذت الشغل دوت. وده ان شاء الله هنلاقيه بالتفصيل في الكورس 100% ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انا سعيد جدا حسن ان احنا مع بعضينا تاني حبيبي يا إسماعيل. بحاجه جديده. يمكن ما كناش في الفريلانس بالشكل تعمق في الفريلانس اكتر، لان سبحان الله بيجي لي احيانا ناس من الاصدقاء، يعني ربنا يصلح الحال للجميع، فيقولوا لي بص هم عشان عارفين ان انا مهتم على الفيسبوك بنزل كل شويه ايه ده الحمد لله واخدين المركز الاول على اب وورك وهكذا. فالمره اللي انت خدت منها المركز الاول في اب وورك، حاليا انت واخد مثلا لما حد يبحث بشرح اب وورك فقالوا لي ايه ده انت مش المركز الاول. فاقول لهم يا جماعه حسن صاحبي، يعني انا وحسن واحد، اللي يجيب مني المركز الاول ده عادي. مش انت كنت واقف ورا الكاميرا قاعد بصور الفيديو، فانا اللي مصور الفيديو دوت عادي، ما عنديش مشكله. فكنت حابب ان احنا نطلع بطريقه تانية اخرى، نشرح مجال. انا الحمد لله بشرح المجال بتاعي، فبدا نفس النظام الاصدقاء يشوفوا المجال بتاع حسن في مجالات مختلفه طبعا. فهم عندهم الحمد لله رود ماب، اتمنى ان هم يعني ربنا يوفقهم فيها لو حد متحمس ينطلق في المجال. طبعا القناه بتاعتك كده كده هيبقى فيه كولاب في الفيديو دوت، فاي حد اعتقد اي حد ممكن في الفيديو دوت يدخل على طول هيوصل للقناه بتاعت حسن. كده كده هنبقى عارفين بعض ان شاء الله، واحنا دايما موجودين ومش بنستخسر في حد اي معلومه خالص، ومن الكورسات اللي موجوده سواء عند بستخسر فيا انا بس يعني، بس مش مهم. هو بس المشكله ان انا دايما بكون مشغول لما بقعد بيتصل بيا في التليفون، فللاسف ما بلحقش ان انا ارد عليه. طبعا برضه. نورت يا حسن، وان شاء الله نشوفكم على خير في بودكاست جديده. مش عارف استضيف مين الصراحه، انا بستضيف اصحابي بس، يا اصحابي او الناس المقربين، بس حسن يعني صديق عزيز جدا، فان شاء الله تكون حلقه لذيذه. حبيبي يا برو، نشوفكم على خير. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم.